قاعدة بتعشى أنا وجوزي، لقيته بيقول لي بكرة الخميس. قلت له آه يا حبيبي، إيه يعني الحركة دي إيه؟ قال لي بكرة الخميس كلك نظر. قلت له آه. قال لي هتجيبي لي إيه بقى بكرة؟ قلت له هجيب لك إيه بكرة؟ بكرة إيه؟ قال لي الله، هو مش سيستم الخميس يعني زي كل خميس قبل كده ولا إيه؟ قلت له آه يا حبيبي، آه عادي يعني. قال لي طب ولا انتي مش عايزة؟ فقلت له لا تمام تمام، عايزة طبعا. طب انت عايز ايه يعني؟ قال لي اصل في شوز كده شفتها اونلاين وعجباني جدا، فاطلبها لي بقى النهارده علشان بكره يعني نقضي اليوم ويبقى لطيف كده مع بعض. فقلت له حبيبي، هو انت كل خميس او كل ما بقى عايزاك معايا كده يبقى لازم اشتري لك حاجة او لازم اجيب لك حاجة؟ قال لي لا طبعا يا حبيبتي، ازاي؟ لا انت فاهمة الموضوع غلط. لا طبعا، انا بس بحب اتدلع عليكي كده، وبعدين انت ما شاء الله ما مرتبك حلو يعني، وبعدين ما بتصرفيش منه حاجة، فايه المشكلة يعني لما اكون محتاج حاجة واقول لك هاتها لي؟ يعني ايه المشكلة؟ قلت له اه يا حبيبي، يعني هو الموضوع بس ان انت لما بتبقى محتاج حاجه اجيبها لك وكده؟ اصل احنا لسه متجوزين جديد وبتاع، وانت عندك لبس كتير، وانت دلوقتي طالب شوز، ولسه برضك الخميس من قريب جدا جبنا شوز برضك، فانت عايز شوز تاني؟ قال لي ما انت مش واخده بالك، في فرق يا ماما، احنا جايبين شوز كانت جلد، واللي انا عايزه ده كوتشي. قلت له اه. قال لي وعلى فكرة مش غالي، بصي مش غالي والله خالص، ده هو ب1000 وشوية بس. قلت له طب حاضر يا حبيبي، من عينيا الاتنين. المهم سبت الأكل، اللقمة وقفت في زوري زي ما تقولوا، ورحت داخل الحمام، قفلت على نفسي في الحمام وفضلت قاعدة كده. هو ايه اللي بيجرى بالظبط؟ هو بيعمل فيا كده ليه؟ هو ده جوز عادي ولا مستقردني ولا بيستغفلني ولا في ايه بالظبط؟ المهم فضلت سرحانه في الحمام لدرجه ان انا اتاخرت جوه ولقيته بيخبط عليا. كل ده وانا عماله افكر وهو عمال يخبط ويقول لي في ايه يا حبيبتي، في حاجه؟ انت كويسه؟ انت تمام؟ قلت له اه يا حبيبي انا كويسه زي الفل. المهم رحت فاتحه الباب ورحت خارجه، فخرجت كده قال لي ها بقى انا هطلب الشوز بقى، خلاص اتفقنا؟ ولا انت عايزه تشوفيها الاول؟ تشوفيها ما تشوفهاش مش فارقه. قلت له طب خلاص ماشي، اطلبها. المهم ما كدبش خبر وراح جري جاب الموبايل بتاعه وراح فاتح الصفحه وراح موريهاني، شوفيها برضو اعرفي ذوقي حلو ولا لا. فببص على الشوز لقيتها ب2000 وشويه. قال لي ايه ده؟ اوبس، معلش والله يا حبيبتي انا اسف، انا ما خدتش بالي خالص، معلش، بس اصلي انا اتلخبطت بينها وبين واحده تانية، كنت بقارن بينهم وكده، فانا ما خدتش بالي بقى ان هم مش سعر واحد. انت في يعني مشكله بالنسبه لك؟ طب تحبي اكمل انا؟ قلت له لا يا حبيبي ما فيش حاجه تغلى عليك، ما فيش مشكله. المهم راح طالب الشوز وبتاع، هتيجي امتى؟ هتيجي يوم السبت. قلت له طب خلاص، مش انت حجزتها؟ مش انت تمام حجزتها وكله تمام؟ قال لي اه تمام، بكره بقى زي ما احنا الخميس بتاعنا زي ما احنا. فقلت له طيب تمام. المهم جينا تاني يوم عادي يعني، اداني حقوقي الزوجيه والشرعيه تمام، مفيش اي مشكله، وخلص اليوم يعني. وجات الشوز على بركه الله يوم السبت زي ما هو كان متفق وقالوا له، وجات الشوز. جينا بعدها بعد حوار الشوز ده الخميس اللي بعده بقى، فجاي يقول لي بقى ايه حبيبتي، في بنطلون عاجبني قوي بس انا هنزل بقى اشتريه، فايدك على 600 جنيه انزل اشتري البنطلون. انا ما معيش فلوس خالص يعني، مش معايا فلوس واحنا اخر الشهر، وانت المرتب اديك شفت انت جبت بيه لبس وشوزات وكنت عايز معرفش تصلح ايه في العربيه، خدت مني فلوس، فانا المرتب خلص خلاص. قال لي اه طيب خلاص بقى ماشي، طيب خلاص الشهر الجاي بقى ان شاء الله. قلت له طيب تمام ماشي. الكلام ده برضو كان يوم التلات. جينا يوم الخميس بقى،
فلقيته قاعد بقى ايه، طيب بقى انا نازل بقى النهارده، هنزل كده شويه مع اصحابي. قلت له طيب يا حبيبي اوكي. قال لي مش عايزه حاجه انتي؟ قلت له لا انا تمام ماشي، وخد بعضه ونزل. فجيت صممت ان انا ايه، افضل كام خميس كده يعني ما اطلبش منه، او لما يطلب مني حاجه ما اجيبش. فلاقيه كبر دماغه من الموضوع، ومن حق الشرعي الاقيه كبر دماغه من اليوم ده بالذات، وينزل يخرج مع اصحابه. يروح فين انا ما بقاش عارفه، بس بينزل. قعدنا على كده شهر ونص. فقلت له هو ايه الموضوع؟ قال لي موضوع ايه؟ قلت له يعني انت مكبر دماغك خالص كده، وما كنتش انا اللي اطلب منك العلاقه الزوجيه، انت مفيش خالص يعني؟ قال لي لا انا بالنسبه لي اصلا الموضوع عادي، انتي بقى ما بتقوليش وبتاع، وانا لما باجي اقولك على حاجه بتقولي لي ما معيش ومش عارفه ايه. فبقول له يعني انا فاهمه صح؟ انت علشان عارف ان انا اللي بطلب منك الموضوع وانت مكبر دماغك، فبتبقى عايز حاجه ده قدام ده. قال لي يا حبيبتي انت برضو مصممه انك تفهمي غلط. انا طبعا فاهمه، انا مش عبيطه، انا واحده يعني خريجه كليه من كليات القمه ومركزي، يعني واحده مش جاهله يعني. فانا فهمته من اول وهله. قلت له يعني انت حقوق الزوجيه بتديهاني كل حين ومين، ولو انا ما بطلبهاش انت مكبر دماغك، فانا اروح اخدم ربنا يعني ولا ايه؟ وبعدين احنا لسه متجوزين ما بقالناش كام شهر. فقال لي لا يا حبيبتي تخدمي ربنا ازاي؟ لا طبعا انت بتتكلمي ازاي؟ ده الكلام ده كان في الاول خالص. فبدأ تاني يطلب مني حاجات مقابل ان هو يديني حقوق الزوجية، مرة شوز، مرة قميص، مرة اصل عايزة اصلح مش عارفة ايه في العربية، مرة اصلي هجيب هدية لمين هاتي كذا. فانا لما قفشت الموضوع ولقيته بيعمل كده قلت له انا ما معيش فلوس، فهدية لمين؟ انا ما معيش خلاص. فانا لما قفشت الموضوع بقيت اقول له لا ما معيش فلوس، لا اصل انا محتاجة اني اروح للدكتور، اصلي ما قبضتش الشهر ده مخصوم مني، اصل بقيت اطلع انا بكام حجة، طبعا بحجج يعني. بقى يجي يوم الخميس ده طيب يا حبيبتي بقى بيعمل حركات مفقوسة اصلا، طيب انا نازل بقى النهاردة بقى انا نازل. ففي حد يعمل كده في الدنيا؟ انا ما بقيتش فاهماه، لانه جالي في مره وقال لي بصريح العباره كده ما انت مرتبك كبير وانت يعني بتعملي بيه ايه؟ ما دينا بنستنفع بيه اهو، بنشتري بيه طلبات، بنشتري بيه حاجه، انا ببقى محتاج حاجه بتجيبها لي، انت بتساومني يعني. انا جبتها له كده اللي هو يعني اخدم ربنا يعني، انت بتعمل كده ليه؟ فهو عارف ان انا مرتبي اصلا اكبر من مرتبه، بس كون ان هو توصل بيه ان هو يساومني وياخد مني المرتب او ياخد مني الفلوس بصنعة لطافة او بالطريقة اللي هو بيعملها دي، فده اللي انا ما شفتهوش قبل كده. ودي كانت المشكلة اللي هي بعتها لنا. ما تنسوش ردكم على صاحبة المشكلة في الكومنت، وفضلا وليس امرا ما تنساش دعمك ليا باللايك والشير علشان الكل يعرف مشكلتي. واشوفكم على خير في حكايه جديده وقصه جديده وقصص وحكايات وردة احمد ان شاء الله. باي باي.